السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سيشن السيرفر سايد تيكينج أو السيرفر سايد تراكينج. أكيد وأنت بتعمل البيكسل على الفيسبوك قابلت حاجة اسمها كونفرجن اي بي اي. إيه هو الكونفرجن اي بي اي؟ إيه هو السيرفر سايد أصلا؟ ده التوبيك بتاعنا النهاردة. لقيت إن في أو ما فيش محتوى عربي أصلا بيتكلم عنه، فحبيت إن أنا اعمل السيشن دي نتكلم عنه، ايه هو وبنستخدمه ليه وايه المزايا بتاعته وازاي نطبقه. فيلا بينا. تعالى الاول نعرف ايه هو السيرفر سايد وايه هو الطريقه العاديه للتراكنج. فلو تخيلنا ان احنا عندنا الستور بتاعنا او الويب سايت، بيدخل اليوزر، بيبدا اللي هو يعمل ايفنتس مختلفه، مثلا عمل بيرتشز او فيو كونتنت او ايا كان. كل الداتا دي كلها بتتبعت لجوجل تاج مانجر، بس من خلال البراوزر نفسه. يعني هو لو داخل على الستور او الويب سايت بتاعك من خلال براوزر زي مثلا سفاري، او براوزر زي سفاري مثلا او جوجل كروم، فهنكتبهم، او اوبرا. فبيجي البراوزر ده بيبعت الداتا كلها لجوجل تاج مانجر، يبقى الايفنتس اللي بيعملها اليوزر على الويب سايت او الستور بتتبعت لجوجل تاج مانجر من خلال البراوزر بتاع المستخدم. ومن جوجل تاج مانجر بنبدا بقى نوزع على الجي 4 وعلى باقي البلاتفورمز اللي احنا شغالين عليها. طيب، ما بين البراوزر وما بين جوجل تاج مانجر بيكون في تشالنج، او هنا بقى بتكمن المشكله، ان في الداتا دي ممكن تسقط في النص وما تتبعتش لجوجل تاج مانجر. ازاي؟ عندنا مثلا كل مستخدمين الايفون اللي هو السفاري المستخدم بتاعه، او اسف البراوزر بتاعهم سفاري، ما بيبعتش الداتا لجوجل تاج مانجر، بيعمل لها بلوكينج. مش بس كده، لا، في حد ممكن يكون اصلا مستخدم في بي ان او يكون مستخدم اد بلوكر، فبرضه مش هيبعت الداتا. يعني نكتب مثلا لو حد مستخدم سفاري او مستخدمين الايفونز عموما، لو حد مستخدم اد بلوكر، لو حد مستخدم في بي ان، او لو حد مستخدم الايكوجونيتو مود اللي هو الوضع المتخفي. يبقى احنا كده عندنا لو حد مستخدمين الايفونز مش هعرف اعمل لهم تراكنج، لو حد مستخدم او عامل اد بلوكر مش هعرف اعمل له تراكنج، لو حد مستخدم في بي ان او داخل من الايكوجونيتو مود مش هعرف اعمل له تراكنج. طيب، جميل جدا. يبقى ليه انا بقى بستخدم، او ايه المشكله اللي احنا بنقابلها هنا؟ هي حته ان انا ما بعرفش اعمل تراكنج لمستخدمين الايفونز، ما بعرفش اعمل تراكنج لاي حد بيستخدم سفاري اللي هو مستخدمين الايفونز، ودول شريحه كبيره جدا. يعني تعالى مثلا نكتب ايفون يوزرز ان سعودي ارابيا، هنلاقي ان 30% بيستخدموا ايفون. يعني انا ما بعرفش اعمل تراكنج ل 30% من مستخدمين الايفون في السعوديه. طبعا مشكله ضخمه، لان اصلا السعوديه تقريبا 36 37 مليون، ف 30% منهم بنتكلم في 11 12 مليون شخص انا مش بعرف اعمل لهم تراكنج، بالتالي الداتا كلها بتاعتي واقعه. يعني لو قلنا اللي يستخدم في بي ان عادي هنتغاضى عنه، او اللي بيستخدم الاد بلوكر او الايكوجونيتو مود النسبه بتاعتهم هتكون قليله، لكن مستخدمين الايفون نسبتهم كبيره جدا، فانا ما بعرفش اعمل لهم تراكنج، فبالتالي الديسيشنز اللي انا هاخدها هتكون غلط، لان انا باخدها على داتا مش اكيوريت. طب حلو جدا. برضو يعني ده مثال، لو جينا مثلا نقول في ايجيبت مثلا هنلاقي ان برضو النسبه كبيره. الاي او اس 14% تقريبا، بنتكلم في 110 مليون، يعني ال 14% بتتكلم في تقريبا 18 19 مليون، فبرضو نسبه ضخمه. برضو لو انت شغال في الامارات هتلاقي برضو النسبه كبيره. فبالتالي انا لازم اعمل تراكنج للناس دول. طب انا بقى اعمل لهم تراكنج ازاي؟ بتيجي هنا السيرفر سايد، او هنا بيجي بقى السيرفر سايد. انا لو عندي الستور بتاعي زي ما هو اهو، وعندي جوجل تاج مانجر، هنا بقى مش هبعت الداتا او الثيرد بارتي كوكيز، مش هبعتها من خلال البراوزر، مش هبعتها من خلال الكروم، او مش هبعتها من خلال سفاري او لا، انا هبعتها من خلال السيرفر.
انا هبعتها من خلال السيرفر. انا اعرف دلوقتي ازاي نعمله. فانا ببعت الداتا بتاعتي من خلال السيرفر، فبتكون فيرست بارت كوكيز. فبالتالي الداتا كلها يعني بتتبعت عادي، ما بيقعش منها حاجه. او خلينا نقول ان مثلا نسبه كبيره منها بتتبعت ونسبه قليله جدا اللي ما بتتبعتش. طيب دلوقتي ايه هي مميزات السيرفر سايد تاجنج، وايه هي مميزات الطريقه العاديه لجوجل تاج مانجر او الكلاينت سايد؟ طيب الطريقه العاديه مميزاتها ان هي سهله جدا في السيت اب، ما عليهاش اي فيز. لكن طبعا اكبر عيوبها ان في داتا كتيره جدا وكبيره جدا بتقع منك. طيب في السيرفر سايد تاجنج مميزاته ايه؟ مميزاته ان هو اكوريت، كل الداتا اللي بتاخدها منه بتكون بنسبه كبيره جدا صحيحه او قريبه من الصح. لكن عيوبه ان الفيز بتاعته عليه فيز. مش حتى مش هقول لك هي كتيره، بس هو عليه فيز. فطبعا الافضل اكيد الافضل السيرفر سايد تاجنج، لكن عليه فيز زي ما قلنا. فانت بتحدد اذا كنت هتقدر تشترك فيه وتكمل فيه ولا لا، وعلى حسب البيزنس بتاعك. طبعا انت لو البيزنس بتاعك كبير فانت لازم او لو بتبيع حاجه لاكجري فانت لازم تتارجت او لازم تاخد الداتا بتاعه الاي او اس كلها. فلازم تشترك في السيرفر سايد وتفعل السيرفر سايد تاج. طيب ايه بقى هي الخطوات؟ انا مقسم هنا الخطوات بتاعه السيرفر سايد ل او السيت اب بتاع السيرفر سايد لخطوات. اول حاجه ان احنا بنعمل سيت اب للجوجل تاج مانجر العادي جدا اللي احنا شفناه في الكورس اللي فات. فلو انت ما تعرفش ازاي بتسيت اب جوجل تاج مانجر، فارجع للكورس بتاع جوجل تاج مانجر وذاكره كويس واعرفه كويس، علشان مش هنتكلم في البوينتس دي خالص. طيب احنا عملنا سيت اب، احنا جينا هنا وعملنا سيت اب اهوت ل اسف هنرجع. احنا عملنا جوجل تاج مانجر وعملنا سيت اب لجوجل تاج مانجر عادي جدا. حطيناه في الويب سايت بتاعنا، وعملنا سيت اب للفيسبوك بيكسل والتيك توك بيكسل والجي 4 وكل الكلام الجميل ده. فخلاص دي اول ستيب هنا، ان احنا بنعمل البراوزر كونتينر اللي هي الجوجل تاج مانجر العاديه، وبنربطها بالويب سايت بتاعنا وبنسيت اب التاجز المختلفه والبيكسلز بتاعتنا. طيب تاني حاجه ان احنا بنسيت اب السيرفر سايد كونتينر. طب ازاي بنسيت اب السيرفر سايد كونتينر؟ بنيجي هنا احنا واقفين خالص اهو في جوجل تاج مانجر العادي بتاعنا، بنروح للادمن، بندوس على بلس دي، وبنيجي هنا بدل ما بنختار الويب لا بنختار السيرفر، وبنسميه اي اسم احنا عاوزينه. هنسميه سيرفر سايد كونتينر. تمام، وبعد كده بندوس كرييت. مانوالي، معلش هنروح لادمن، هنضغط على كونتينر سيتنجز، هننزل تحت عند السيت اب، وهنختار مانوالي بروفيجن تاجنج سيرفر، وهناخد الكونفيجريشن اي دي ده كوبي، وهندوس على كلوز. هنيجي بقى الخطوه الثانيه. احنا كده عملنا اول حاجه ان احنا عملنا كرييشن للسيرفر سايد كونتينر. هنعمل كرييشن لستيب اكونت. ايه هو ستيب اكونت؟ ستيب اكونت هو السيرفر اللي احنا هنشتغل عليه. طيب ليه ستيب؟ احنا في عندنا ستيب وفي عندنا جوجل كلاود، لكن ستيب هو ارخص من جوجل كلاود، فعشان كده احنا بنستخدمه. وهسيب لك في الديسكربشن لينك لستيب، تضغط عليه هيحولك لستيب، تكريت الاكونت من خلال اللينك ده. وده افيليت لينك، لو انت سجلت من خلاله انا هاخد الكوميشن بس. بكل بساطه. فلما تيجي تسجل في ستيب، اضغط على اللينك اللي في الديسكربشن وسجل من خلاله عشان انا اخد الكوميشن. تضغط على اللينك هيدخلك هنا، هتضغط على تراي فور فري، ساين اب، تختار جلوبال، ماشي allow، ماشي ساين اب، ماشي الايميل بتاعك، لا مش ده، ساين اب، ميل سنت، اوكي. ماشي
set password. ماشي سيف. يبقى احنا كده عملنا اول خطوتين، عملنا سيت اب للسيرفر سايد كونتينر، عملنا سيت اب لستيب اكونت. الكونفجريشن اي دي اللي احنا اخدناه من هنا، configuration ID اللي احنا اخدناه من هنا كوبي. ماشي. هنا هو بيقول لك هنحطه في ستيب كونتينر ازاي. تعال نروح لستيب تاني، هتضغط هنا على اس جي تي ام، هتقول له كرييت كونتينر، هيقول لك سمي الكونتينر بتاعك. انا هسميه سيرفر سايد سيشن. هتحط هنا الكونفجريشن اي دي اللي احنا اخدناه كوبي. اللوكيشن هنختار اقرب حاجه لينا، اقرب حاجه لينا قطر، هنقول له كرييت. فري طبعا. طبعا بعدين يعني هو انا بعمله فري علشان بعمله فري عشان احنا بنتست، لكن انت هتختار البلان اللي انت عاوزها على حسب بقى شغلك. هنا ابجريد نيكست تير اوتوماتيكلي لا، وكونتينيو. تعال نشوف الستيب اللي بعد كده. هنكرييت سيرفر كونتينر يو ار ال. ايه هو السيرفر كونتينر يو ار ال؟ انت بعد ما عملت كرييشن للاكونت بتاعك بتيجي هنا وبتقول له اد كاستم دومين او سب دومين. انت مثلا الويب سايت بتاعك، الويب سايت بتاعي اسمه محمود عبد الرحمن دوت اونلاين، فانت هتعمل سب دومين. خلينا مثلا نسميه سيرفر سايد جوجل تاج مانجر دوت محمود عبد الرحمن دوت اونلاين. عايز بس اتاكد ان محمود عبد الرحمن دوت اونلاين ديت الحاجه الصح. لا مش صح. لا هي تمام. فاحنا كده تمام، وهنقول له ايه مانوالي ونكست. تمام. يبقى احنا كده عملنا تاني حاجه او تالت حاجه اللي احنا كريتنا السب دومين. الخطوه دي بقى مهمه. ايه هي؟ ان هتحط السب دومين، هتحط السي نيم ده. ماشي. اللي هو هتحط السي نيم، هتحط الفاليو بتاعت السي نيم دي في الدي ان اس بروفايدر. ايه هو الدي ان اس بروفايدر؟ طيب الدومين نيم سيستم، لو انت مش عارف الدومين نيم سيستم بتاعك معمول فين او ازاي او ايه هو اصلا الدي ان اس ده، فارجع للديفلوبر اللي عمل الويب سايت بتاعك وقول له انا عندي ابعت له دي سكرين شوت او خدها كوبي واديها له بيست، وهو هيظبط لك الموضوع. انت بتروح لي انا مثلا الدومين بتاعي الدي ان اس بتاعي على جودادي، فانا بروح لجودادي وبروح للدي ان اس. فين ماي برودكتس. بتضغط بقى على الدي ان اس وبتروح من الدي ان اس بتقول له ايه اد دي ان اس، بتختار السي نيم، بتقول له اد نيو ريكورد وبتضيف فين اد نيو ريكورد وبتختار السي نيم. ماشي. وبتحط الفاليو بتاعتها اللي هي مي دوت ستيب دوت اي او زي ما هي موجوده قدامك كده. ماشي. وبتضغط هنا على فيريفاي. طبعا زي ما قلنا ان الستيب دي لو انت ما بتعرفش تعملها فهترجع للديفلوبر وتديها له وهو هيظبط لك الموضوع. بعد ما عملنا فيريفاي كده احنا خلصنا التاني ستيج عندنا او تاني
بورت عندنا اللي هو عملنا سيت اب للسيرفر سايد كونتينر وعملنا له لينك مع ستيب. ثالث حاجه هنفاينلايز البراوزر كونتينر. طيب يعني ايه فاينلايز البراوزر كونتينر؟ عارفين السب دومين اللي احنا عملناه ده اللي هو ده، هناخده كوبي، نضغط هنا ناخده كوبي، وهنيجي على البراوزر كونتينر بتاعنا. اه يعني بيقول لك ايه اد سيرفر كونتينر يو ار ال اللي هو السب دومين بتاعنا كبارامتر ل، لا مش لاول جي 4 تاجز، اسف، للجي 4 كونفيجريشن تاج. هنحط السب دومين ده كبارامتر ل، هنرجع بقى هنا معلش هنرجع هنا للجوجل تاج مانجر العادي بتاعنا. هنروح للتاجز وهندور على الجي 4 او على جوجل تاج. هنا جوجل تاج اهو. هتيجي هنا هتضيف بارامتر، البارامتر ده تسميه الاسم اللي انت عاوزه، انا بحب اسميه هو سيرفر كونتينر يو ار ال. ده البارامتر. وتحط الفاليو بتاعته هنا، تعال نخليها كونستانت بلس كونستانت ونحطها هنا. اه ماشي. نسميه برضو باسمها. تمام وسيب. ماشي كده احنا حطينا ده هنا. طب ايه تاني؟ add event ID parameter to GE4 different tags. ايه هو الايفنت اي دي بارامتر؟ الايفنت اي دي بارامتر علشان لما تيجي تسيت اب الكونفرجن اي بي اي في الفيسبوك بيحصل دوبليكيشن في الداتا. فعلشان تعمل دي دوبليكيشن للداتا، يعني ايه دوبليكيشن للداتا؟ يعني الويب بيبعت ايفنت والسيرفر بيبعت ايفنت، تمام؟ فيبقى عندك تو ايفنتس. فلما بعمل ايفنت اي دي بيبدا اللي هو يقرا الاي دي بتاع الايفنت، بيلاقي نفس الايفنت فما يسمعوش مرتين. مش عارف وضحت ولا لا يعني. آه انت عندك حد عمل بيرتشز مثلا، تمام؟ فالويب راح بعت ايفنت بيرتشز والسيرفر بعت ايفنت بيرتشز، فيجي الايفنت اي دي بيعمل تراكنج بالاي دي، فبيلاقي ان الاي دي واحد فبيحسبها ايفنت واحد بس وبيعمل للتاني دي دوبليكيشن. طيب تعالى نضيف بارامتر تاني ونسميه ايفنت اي دي. بنجيبه من الايفنت اي دي، احنا بنجيبه من التمبلت جاليري. هنضغط هنا ونروح. انا طبعا بمشي بالستبس بسرعه لان المفروض انت بعد ما عديت الكورس اللي فات بتاع جوجل تاج مانجر انت فاهم كل الكلام ده. نضغط هنا وبنسيرش على الايفنت اي دي. هتلاقي طبعا كذا فيرجن من كذا حد، فانت احنا بندور على ستيب اي او اللي هو بتاعنا. فهنا ده issued by step.io. ماشي نقول له add. تمام. هنا حصل له ايه؟ اتضاف هنا event ID save. ماشي تعال نشوف الستيب اللي بعدها. set first parallel collection true. دي خطوة برضو يعني سيبك من الخطوة دي. تعال نشيل الخطوة اللي بعدها hide. first part collection to true. ماشي. بنعمل variable تاني هنسميه الفيرست بارت كوليكشن، هو انت بتاكد ان الداتا دي هي فيرست بارتي مش ثيرد بارتي كوكيز يعني. بنضغط هنا بلس
وبنروح للفيرست بارتي كوكي وبنقول له ان هي ترو، ان دي فيرست بارت. وكنا اتكلمنا الفيرست بارتي والثيرد بارت كوكيز اللي هو لما بتتبعت من البراوزر فهي كده بتتبعت من ثيرد بارتي، لكن لما بتبعتها من السيرفر يور اون سيرفر فبالتالي هي فيرست بارت كوكيز. تسميها ايه؟ تسميها باسمها. تسميها باسمها. فين فيرست بارت كولكشن؟ ترو سيف. حلو الكلام. طبعا انت وانس ان انت حطيت هنا السيرفر كونتينر يو ار ال خلاص، فانت مش محتاج ان انت تضيفه تاني في اي حاجه تانية، انت بتحطه بس هنا في الجي 4 فقط، وهو بيسمع بقى في كل الايفنت اي دي والفيرست بارت كوليكشن، لا بنحطها في كل حاجه. فبنضغط على سيف وهنيجي للجي 4. فين الجي 4؟ كل حاجه تابعه للجي 4. في الاور كليكس نحط برضو هنحط بارامترز تانية اللي هي نحط بارامترز، نحط الفيرست بارت كولكشن ونحط الايفنت اي دي. برضه اي بارامترز ثانيه انت عايزها، يعني انت عايز تضيف النيم وعايز تضيف الايميل والكلام ده كله بتضيفه برضه عادي جدا، بس انا مش هتكلم في الحاجات دي خلاص. آه بعد كده، بعد كده ايه؟ انا نسيت. اه الفيسبوك بقى. فين الفيسبوك يا سيدي؟ اه بتيجي في الفيسبوك وبنروح احنا طبعا عملنا سيت اب خالص للفيسبوك، كل الايفنتس بتاعته بطريقه عاديه جدا. بنروح للمور سيتنجز وبننزل هنا عند الايفنت اي دي نحط الايفنت اي دي بتاعنا. فبنيجي هنا ونختار الايفنت اي دي. فين ايفنت اي دي؟ تعال نسرش عليه. ها بنختار الايفنت اي دي بتاعنا برضو في كل التاجز بتاع الفيسبوك. يعني هنحط هنا الايفنت اي دي وهنروح للتاج بتاع البيرتشيز نحط الايفنت اي دي، وبتاع الاد تو كارت نحط الايفنت وكل الكلام ده. وفي الادفانسد سيتنجز بنروح للكونسنت مود. كونسنت سيتنجز نقول له نو اديشنال كونسنت ريكوايرد. ليه بنعمل كده؟ الكونسنت مود اللي هو لما بتيجي تخش على حد بيقول لك موافق على الكوكيز ولا لا، فانت بتقول له موافق او بتقول له مش موافق على حسب انت ليه بتعمل ده. لان في حاجه اسمها جي دي بي ار. الجي دي بي ار مش عارف اسمها جلوبال داتا، مش فاكر والله. هي جي دي بي ار، مش فاكر الابريفيشن بتاعها. جي دي بي ار الجنرال داتا بروتكشن ريجوليشن. دي حاجة متعارف عليها في أوروبا إن لازم أي حد يضغط اللي هو موافق إن الكوكيز بتاعته تتشير معاه. طب أنت أصلا بيكون محتاج ده في السيرفر سايد؟ لا، هو لو دخل في السيرفر سايد وأنت حتى عامل الكونسنت مود أنت أصلا مش محتاج إن أنت تعمل كونسنت مود لأن كده كده الداتا بتتبعت. طب ليتس سي إن هو دخل وقال لك لا، عمل ريجكشن للكوكيز دي، هتبعت برضه الداتا. فدي من مميزات السيرفر سايد. طيب نو اديشنال كونسنت ريكواير، جميل ماشي. وبندوس سيف. بس احنا كده في حاجة تانية نعملها في الفيسبوك؟ لا. I think ان كده set first party in more setting. احنا اتكلمنا كده على الفيسبوك، يبقى احنا كده عملنا خلاص فاينل، عملنا يعني قفلنا او حطينا الرتوش بتاعتنا في الجوجل تاج مانجر العادي جدا. فتعالى نروح للستيب اللي بعد كده. finalizing the SS container server side container بقى. تعالى من بعد ما خلصنا هنا هنروح للكونتينر بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه. كان اسمه ايه؟ سيرفر سايد كونتينر. كان ده الاس اس كونتينر. طبعا الحاجات دي كلها كانت تيست، يعني حاجات كونتينرز تيست انا كنت بعملها قبل ما ادخل السيشن. او انا بدخل السيشن اصلا أنا بعمل بسجل حاجه وتطلع حاجه مش عجباني فاروح اقفلها واروح اروح اعمل تاني. فبنعمل ايه بقى هنا؟ يقول لك اد السيرفر كونتينر يو ار ال السب دومين اللي احنا عملناه اللي اخدناه وحطيناه في الجوجل تاج مانجر العادي في الجي 4 تاج.
بناخده برضه وبنحطه في السيرفر سايد كونتينر سيتنجز. يعني هنيجي هنا، احنا اهو في السيرفر سايد كونتينر، بنروح للادمن وبنروح للكونتينر سيتنجز وبنيجي هنا للاد يو ار ال وهنحط هنا كده. اسف، تعالى ناخده هنا من هنا اهو. طبعا لازم يكون موجود فيه اتش تي تي بي اس، الحاجات دي لازم تكون موجوده عشان يقبلها. تقول له اد يو ار ال، لا اسف، تقول له سيف سيت اب. اه سيف. تمام كده اتضاف. تمام كده اتضاف. تعالى نيجي هنا، يبقى احنا اول حاجه عملناها حطينا السيرفر كونتينر يو ار ال للاس اس كونتينر. add GE4 tag and leave all configuration sections empty and set custom trigger client name equal ماشي. بنعمل ايه؟ بنيجي هنا للورك سبيس، بنروح للتاجز، بنكري التاج بطريقه عاديه جدا، تاج كونفيجريشن جوجل اناليتكس، جوجل اناليتكس جي اي 4، وسيب الكلام ده كله فاضي خالص. وهنروح للتريجر، هنقول له لا كاستم، هنعمل كاستم تريجر some event built in variable client name. اه يبقى احنا بنيجي هنا بنختار كاستم وبنيجي هنا عند تشوز built in variable الكلاينت نيم بيكوال الجي اي 4 equals جي اي 4 وهنا نسميه جي اي 4 وسيف. طبعا انت اصلا ممكن ما تحطش هنا الميجرمنت اي دي بتاعك، لان هو كده كده الميجر، تعال نشيله خالص. كده كده الميجرمنت اي دي بيسمع من السيرفر من الكونتينر سايت، بيسمع هنا في الجي اي 4 وبيتعرف من خلال الكلاينت. تعال ندوس سيف ونقول ايه هو الكلاينت ده. انت وانس اللي انت عملت السيرفر كونتينر بيتعمل بشكل اوتوماتيك كلاينت. الكلاينت ده اللي هو الجي اي 4. الجي 4 اللي احنا عملناه في الويب موجود اهو، جي 4 ويب. اي داتا بتتبعت بتسمع هنا من خلال الكلاينت ده. فاحنا هنا قلنا له في التاجز، عملنا تاج وقلنا له سمع لي التاج ده لما اي حاجه، لما الكلاينت يحصل له اي حاجه من الجي 4، فبالتالي بيسمع الايفنت اسمه ايه وبيسمع الاي دي وكل الكلام ده كله بيسمع بطريقه عاديه. طيب الفيسبوك بقى هنعمل هنعمل نيو. يبقى احنا كده خلصنا من الجي 4. هندور بقى على الفيسبوك، فيسبوك كونفرجن اي بي اي جاليري. كونفرجن اي بي اي اه اند ورك سبيس. ماشي. تيجي هنا بنقول له inherit from the client اللي هو هات لي الداتا كلها من الكلاينت. ماشي. ويب سايت، بنحط بقى ال API access token. تعالى نفتح حاجة مع بعض، ده مثلا. ماشي. عمي بقى ماشي. اوكي لوج ان. ايفنتس مانجر. انا بشتغل معاك وانا مش عارف اصلا ده كان معمول كده تيست، مش عارف انت عملت تيست ليه. بنروح لفين يا سيدي؟ طبعا ده البيكسل اي دي هتاخده من هنا كوبي. تعال نروح للسيتنجز، يمكن يكون موجود في السيتنجز نعرف ناخده كوبي من غير اللي بيحصل ده. اهو تاخده كوبي وبتروح
بتحط هنا البيكسل بتاعك. احنا كنا فين؟ كنا هنا. انت خلاص خدت البيكسل اي دي ده كوبي، وبتنزل تحت بتدور على الاكسس توكن. يكون فين بقى؟ بيكون هنا في الكونفرجن اي بي اي، جيت ستارتد جنريت اكسس توكن. تاخد الاكسس توكن ده كوبي وبتحطه هنا بوست. بس في حاجه احنا لازم واحنا بنجنريت البيكسل، يعني انت تقول له داتا سورس، انت تكون مختار ان هو كونفرجن اي بي اي، مش تكون مختار ان هو، يعني تعالى نسميه تيست كونفرجن اي بي اي. تكون مختاره اللي هو كونفرجن اي بي اي، ما تكونش مختار اللي هو البيكسل القديم العادي. سيت اب وذ كونفرجن جيت واي، سيت اب مانوالي، سيت اب وذ بارتنر، سيت اب مانوالي، نيكست. كونفرجن اي بي اي وتقول له نيكست. فينيش. تيجي بقى على السيتنجز تحت، تاخد البيكسل بتاعك اي دي، تاخد البيكسل اي دي كوبي، وبتاخد وتقول له تنزل تحت تقول له جنريت اكسس توكن. هو عم خلاص عمل له جنريشن واحده اهو، ناخده كده ونحطه هناك. طبعا مش عايز اقول ان لازم نفس البيكسل ده يكون البيكسل اللي انت حاطه في جوجل تاج مانجر العادي، اللي هو الكونتينر سايد والكلاينت سايد لازم يكونوا زي بعض. طيب حلو الكلام. طبعا انت لو عايز تتست في حاجه تانية اسمها تيست اي دي، لو انت عايز تست ان البتاع بتاعك معمول بشكل كويس ومعمول له دوبليكيشن، بناخد من هنا بيكون في تيست اي دي، بناخده بنحطه هنا، بس مش عايزين نروح الحته ده عشان ما نتلخبطش يعني. جنريت فيسبوك بيكسل كوكي في مش عارف ايه. ماشي. التريجر بتقول له ايه اللي احنا عملنا، اللي هو انهيرت كل الداتا من جي اف، وبتقول له سيف. مش هو سمى من نفسه فيسبوك كونفرجن اي بي اي بس. بس تخيل. طيب في حاجه تانية احنا ممكن نعملها اللي هو نيو، فبتقول له فيسبوك كونفرجن اي بي اي، بس احنا هنا مش هنقول له انهيرت فروم كلاينت. لو انت مثلا عندك تاج او بتاع وانت عايز تعمل كنترول اكتر على الداتا بتاعتك، فانت بتقول له اوفر رايد، يعني ما تعمليش انهيرت من الاي بي اي. وبتقول لي لا، يعني اختار لي بقى الايفنت بقى اللي انت عايزه يسمع عندك. انا مثلا اقول له عايز الايفنت ده يسمع ليد من الويب سايت، واحط الاي بي اي اكسس توكن، واحط الفيسبوك بيكسل اي دي، وهسيت اب هنا تريجر نفس التريجر اللي انا عملت له سيت اب هناك. يعني هقول له بلس، وهقول له كاستم ايفنت، مثلا الايفنت بيساوي ليد. ماشي. وهسمي الاسم اللي انا عايزه ليد، وايه، وهسيف. وارجع اعمل واحد تاني للبيج فيو، اعمل واحد تاني للتشيك اوت وكل الكلام ده. لكن احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول inherit from the client وخلاص. آه بس. متهيألي بس. set a Facebook conversion API from the template gallery, use override setup method and paste the access token. ماشي. انا عملته هنا باللي هو الاوفر. احنا اتكلمنا على الاثنين، اللي هو inherit from the client او override. set a unique conversion API tag for each tag in the client side. هنا بيتكلم على حته الاوفر رايد، اللي هو تعمل لكل تاج في انت تعمل لكل تاج في البتاع العادي. يعني انا مثلا عامل تاج للتشيك اوت، وعامل تاج للاد تو كارت، وعامل تاج للبيرتشز او تاج للليد في الجوجل تاج مانجر البراوزر العادي جدا. فهاجي في الاكس في السيرفر سايد، وهعمل برضو تاج وتريجر لكل ايفنت من الايفنتس دي، او لكل تاج من التاجز دي. لكن الاسهل اوفر رايد يا معلم، او اسف اد انهيرت فروم ذا كلاينت. ماشي. ايه تاني؟ بس متهيألي احنا كده خلصنا السيرفر سايد تاج. يبقى بكل سهوله عملناه. يعني الموضوع بسيط، يمكن هو فيه لفه، لكن الموضوع بسيط. بنسيت اب
البراوزر كونتينر عادي جدا. وبعد كده بنسيتها بالسيرفر سايد، وبنربطه بقى بستيب والحوارات اللي احنا اتكلمنا فيها ده كلها، وبنفاينلايز شويه حاجات كده. وهنا برضو بنفاينلايز شويه حاجات. الموضوع بسيط لكن محتاج ان انت تركز فيه. واتفرج على السيشن تاني، يعني اتفرج على مره واتنين. وبس لو في اي كومنت او حاجه اكتبوا لي في الكومنتات. بس كده احنا خلصنا السيشن بتاعتنا. اتمنى فعلا ان هي تكون ضافت حاجه. ولو في اي استفسار او اي حاجه عندكم اكتبوا لي في الكومنتات. واخيرا اتمنى لو استفدت حاجه انك تدعي لوالدتي بالمغفره والرحمه، هي وجميع موتى المسلمين. وتدعي لاخواتنا برضو في فلسطين وفي جميع بقاع الارض يعني. السلام عليكم.